أول ما بديت بالتصوير كانت الصور مو دقتها كلش عالية، ولا كانت حادة ولا كانت شارب، فكنت أذب اللوم على الكاميرا، أقول الكاميرا مالتي تعبانة. بعد مرور سنة ومعاناة اشتريت كاميرا جديدة، لكن نفس المشكلة اللي هي الصورة دقتها ضعيفة، وظليت أنخبش بالموضوع لحد ما لقيت الجواب. واليوم راح أشارككم بعض النقاط اللي لازم تنتبهوا لها لما تصورون وقبل التصوير حتى تحصلون على صور دقتها عالية وشارب. سلام، وياكم عبد الملك. دقة الصورة تعتمد على بعض الأشياء مثل العدسة والسنسر، واكو بعض الأشياء لازم تنتبه لها لما نتصور وقبل لا تصور. أول شغلة اللي هي نظافة العدسة ونظافة السنسر. قبل لا تطلع من البيت نظف العدسة ونظف الكاميرا عموما، وبالأخص نظف السنسر. اشتري عدة مختصة مال تنظيف ب$10 أو $5 أعتقد، بس راح تشكل فارق كلش كبير، لأن أغلب الأجواء مالتنا أجواء متربة ويفوت تراب على العدسة ويفوت تراب على السنسر، وهذا الشيء راح يضعف من الكواليتي مال الصورة. ثاني شغلة لازم تنتبه لها، إذا كنت تصور بإضاءة منخفضة لا تعلي الآيزو هواية. لما تبدي تعلي بالايزو فوق الألف راح تشوف نويز، هذا النويز راح يخرب الصورة ويقلل من الحدة مالتها. واغلب الكاميرات اللي اصدارها قبل 2018 راح تواجه مشكلة كلش كبيرة بالايزو. اما بعد 2018 الكاميرات بدأت تتطور اكثر، صارت حساسية الايزو تقدر تعليها فوق 1500 لل2000 وما يطلع عندك ذاك النويز القوي. بس دائما خلي ببالك انك لا ترفع الايزو فوق 1000، واعتمد على فتحة العدسة واعتمد على الشتر. 1000 مصور قال لي صور رو، وأنا ما كنت أسمع الكلام. صدقني تصوير الرو راح يفرق عندك من ناحية التعديل ومن ناحية حدة الصورة. الرو حجمها يكون أكبر من الجي بي جي، وطبعا راح تكون دقتها أعلى. صدقني راح تفرق بشكل كلش كبير عندك من ناحية التعديل ومن ناحية حدة الصورة. والنقطة الرابعة، لا تبالغ بتعديل الألوان وخاصة ال HDR. أغلب المصورين المبتدئين لما يشوفون فلتر ال HDR يسحب السلايد للأخير. إذا بالغت بتعديل الألوان أو استعملت فلتر خطأ أو خليت بريسيت مو بمكانه راح يفرق بشكل كلش كبير بالدقة وراح تخرب. فدائما خلي ببالك إنه تعدل الصورة بشكل سليم. وعلى طاري التعديل اللي راح يقودنا على النقطة الخامسة اللي هي برامج التعديل. استعمل برامج تعديل تكون ما تقلل من الحدة مالت الصورة ولا تخرب الكواليتي مالتها. مو تروح تستخدم لي بيكس آرت وباقي البرامج. حاول انك قد ما تقدر تستعمل برامج ما تضعف الدقة مثل لايت روم، عندك سناب سيد، هذول بالتليفون، وعلى الحاسوب عندك فوتوشوب وعندك لايت روم. هذول البرامج ما يقللون بشكل نهائي بالدقة. وايضا ارجع واقول لا تبالغ بتعديل الالوان وخاصة ال HDR. وبس هذه كانت بعض النقاط اللي لازم تنتبه لها لما تصور وقبل لا تصور وبعد ما تصور حتى تحصل على صورة بدقة عالية وكواليتي ممتاز. كان وياكم عبد الملك جاسم، ونشوفكم في فيديو جديد. وراح يطلع عندك وايضا راح تخلب نعيد يلا.